في ناس ممكن ترى تفتكر ان انا قاعد فتنه، لكن انا داير اسالكم سؤال. نحن قاعدين شغالين ترضيات اقليميه والله كثير، ترضيات اقليميه بس، لكن انا داير اسال سؤال. انتوا قبل اليوم يعني كل من يتشرف بكسوة الكعبة هو خادم الحرمين الشريفين صح؟ يعني هنا اللقب ده ما كان قبل اليومين ده السلطان علي دينار ما كان كاس الكعبة؟ انا كنت قاعد اتحاور مع ام كده كبير، يعني زول ما شاء الله مسن وعنده تجارب، وكان من يعني عميد في القوات المسلحة السودانية. يا هو قاعد يتكلم لي عن الحروب الاقليميه اللي بتنشا وذاك وما اعرف وكده، والمهم يا هو تكلمنا في قضيه الحوثيين وكونه مثلا ارسال جنود سودانيين يقاتلون في التحالف العربي وكده. فيا اخي قلت له في حال اساء السلطان او الملك القائم بامر المسلمين في الاراضي المقدسه، اللي بيمنع شنو انه نكون نحن المصلحين لذلك الامر؟ اللي بيمنع شنو؟ اللي بيمنع شنو؟ انه مثلا البرهان يكون خادم الحرمين الشريفين. اللي بيمنع شنو؟ انه انا نحلم بانه نكون خادم الحرمين الشريفين. اللي بيمنع شنو من او ابناء المسلمين انه يحلم بانه يكون خادم الحرمين الشريفين. ترى الناس فاكرين الحكايه دي ده امر مقدس ان آل سعود فقط. والله في ناس كده فاكرين الشيء ده مقدس ان آل سعود فقط، لكن يا اخوي كويس الشيء ده ما مقدس ولا ربنا انزل كويس. هو دقيقه انت دقيقه آل سعود ديالكم زادوا بيقوا آل سعود بشنو؟ ما بالسيف. آل سعود دي بيقوا آل سعود بالسيف، هل تعلم؟ لكن انا بتكلم عن الفساد اللي بيحصل. انا بتكلم عن الفساد اللي بيحصل، عن الانبطاح، عن الجزيه اللي بتدفع عشان يجيبوا بيها اتات حربي وعسكري عشان يحاربوا بيها هنا دول الاقليم. جزيه من دول الخليج بتدفع عشان تجي راجع علينا اسلحه وذخائر لزعزعه امن المجتمع. الاسلحه والذخائر قاعدين يدوا منه؟ بدوها لامريكا، امريكا بتديها منه الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني مدى بها الامارات، والامارات اشتغل شغله في